وفي أمسية رمضانية جديدة وفي سهرة كروية رياضية جديدة من ليالي رمضان الجميلة، معانا ومعاكم نجم مصر الفنان الجميل عصام كاريكا. أستاذ عصام، شرفتنا ونورتنا وشرف لينا وجود حضرتك معانا. اهلا بيك وكل سنه وانتم طيبين ومصر والامه الاسلاميه كلها طيبه. وحضرتك طيب بخير. عايزين نقول للأستاذ عصام النهارده كابتن عصام، بما إنه كان في الملعب النهارده متألق وشفناه وكان هداف كبير. أستاذ عصام، الفرق ما بين رمضان دلوقتي ورمضان زمان؟ لا، رمضان زمان طبعا كان حميمي اكتر من كده، وتلاقي كل حاجه كانت احلى من الايام دي. يعني الايام دي كلها تكاوي وايام سوشيال ميديا وايام يعني رمضان حتى تلاقي لا فيه مسحراتي ولا تلاقي فيه في الاماكن الشعبيه زي زمان الزينه وفوانيس رمضان. الحاجات دي كلها اختفت وراحت مع التكنولوجيا والحاجات الجديده. حتى الاهل لما كانوا يعيدوا على بعض ومش عارف ايه، دلوقتي خلاص يبعت رساله ومش عارف ايه وخلاص. بس يعني الدنيا اتغيرت يعني. كابتن عصام، بلعب الكوره بتاع دلوقتي، اسال حضرتك ذكرياتك ايه مع الرياضه في رمضان؟ يعني كنت بتلعب برضو زمان دورات رمضان في المنطقه مثلا، في الحي اللي حضرتك كنت فيه، ماتشات مثلا لمنتخب مصر تفتكرها، النادي الاهلي، لعبك انت زمان في رمضان؟ اولا انا زملكاوي، بروح العب مع اصحابي في النادي الاهلي طبعا، يعني 3 مرات في الاسبوع. المكان اللي احنا فيه ده اللي انا كنت بلعب طول عمري في ايام زمان يعني وكده، في المنيل، ومع اصدقائي طبعا هم اللي موجودين دول بقى لهم 20 سنه اصدقائي، وبنلعب كل اسبوع يعني. ودلوقتي انضم لنا بقى لعيبه كوره كتيره وفنانين كتيره ما عرفوا ان المكان جميل وكده، فمعظم اللي جوه دلوقتي لعيبه الكوره المعتزلين، يعني لسه معتزلين السنه اللي فاتت او اللي قبلها يعني. كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك. وانت بالصحه والسلامه، كل سنه وانتم طيبين. وفي امسيتنا الرمضانيه وسهرتنا الرمضانيه الجميله وليالي رمضان الجميله، معانا ومعاكم دلوقتي ضيف عالي وعزيز علينا، لينا الشرف انه يكون موجود معانا النهارده نجم النادي الاهلي ونجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، كابتن محمد صديق الصخره. كابتن محمد، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانتم طيبين والشعب المصري كله بخير. كابتن محمد، عايزين نسال حضرتك كده سؤالين. اول حاجه، الفرق ما بين رمضان دلوقتي ورمضان زمان؟ لا، رمضان دلوقتي انت عندك وقت ان انت يعني خلاص، يعني انت بعد ما بتبطل كوره الواحد بيبقى عنده وقت ان انت تزور صحابك، تزور اهلك، تزور الناس القديمه في منطقتك، تلعب كوره زي ما انت شايف كده. بنلعب كوره خماسيات وبنيجي نتفرج يعني بنستعيد ذكريات زمان فطبعا الوضع مختلف وانت بتلعب كوره. طبعا بيبقى في ماتشات اثناء رمضان، بيبقى في معسكرات، بيبقى في سفريات. الوقت بيبقى ضيق شويه على الواحد، فالواحد يعني ما بيصدق ان هو يعني يبقى في وقت ان هو يقابل صحابه بتوع زمان ويلعب معاهم كوره ويقعد معاهم. فطبعا ده الاختلاف الوحيد يعني، لكن رمضان طبعا هو رمضان يعني. كابتن محمد، اهلي، زمالك، منتخب مصر، ايه الذكرى اللي حضرتك تفتكرها في رمضان؟ لعب وانت صايم، لعبت وانت صايم ولا فطرت؟ ايه الماتش اللي كان صعب مهم؟ ايه ذكرياتك مع رمضان مع كرة القدم؟ لا، هو يعني في ماتشات طبعا بتبقى صعبة جدا في رمضان، خاصة الماتشات الافريقية اللي بتبقى بره، فالمفروض ان انت بتبقى طبعا فاطر، وفي مدربين بترغم من واحد ان هو يفطر وكده. فالحمد لله يعني في بعض الماتشات كان الواحد برضو لما يبقى الجو حلو، يعني ممكن لو في مطر في جو برد شويه ممكن الواحد بيلعب وهو صايم. لكن في بعض الماتشات طبعا بتبقى صعبه جدا الواحد يصوم، بتبقى درجه حراره معديه ل 40، بيبقى في رطوبه، فطبعا انت بتفقد حاجات كتير جدا، بتفقد سوائل كتير جدا في الملعب، فبتضطر ان انت تشرب ميه، ما بتقدرش. فانا فاكر يمكن كنا بنلعب اسك ابيجان مع النادي الاهلي، وكان مستر مان جوزيه قال ان كل فرقه لازم تفطر. وبعدين يعني في بعض اللعيبه يعني فهو طبعا كان بيسيبهم على راحتهم يعني. بس طبعا هو انت عارف هو مدرب يعني ذكي، مش عايز اقول حاجه تانية، هو ذكي يعني، ذكي جدا، فخلاهم قال له اوكي خليهم صايمين وكده. فاللعيبه دي كانت في الماتش مش قادرين فطبعا مسكهم طبعا مش عايز اقول لك، انت عارف مانويل بقى وكده. منهم حسام عاشور قعد حوالي فتره كبيره يلعب في الناشئين، رجعوا مع ان حسام كان
كان عنصر اساسي في الفريق يعني. كابتن صديق، لسه كنت بتكلم دلوقتي مع الاستاذ عصام كاريكا. الملك بتاعنا هو قال لي انا زملكاوي، قال لي على طول، هو لحقني على طول. هو الكابتن بتاعنا هنا. كابتن محمد صديق نجم مصر والنادي الاهلي ونادي الزمالك، كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم عليك وشرفتنا ونورتنا. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم.